يا تارجي والديبيت يا تاديوكيت. يعني ايه؟ يعني انت وانت قاعد مع الكلاينت بتاعك، الكلاينت عنده اعتراض على حاجه، بتقول ممكن تعمل حاجه من الاثنين، يا تجادل وتناقش وتقعد تقول له لا وجهه نظري انا الصح، لا وجهه نظرك انت غلط. ده اسمه ارجيومنتيف وديبيتنج. انت بس بتجادل وبتناقش، ومش المفروض ان انت تكون في الستيج دي. امال المفروض ان انت تكون في ستيج ايه؟ تكون في ستيج بقى حاطط فيها رجل على رجل، فتوصل لمرحله بدل ما انا بجادلك بدل ما انا بناقشك، انا بعلمك، انا بقول لك البيزنس بيقول ايه، اسبير الكتب، اسبير اكسبيرينس، فهو ده الصح. فاحنا عشان هو ده الصح احنا هنفولو التراك ده، مش عشان انا دي وجهه نظري ولا دي وجهه نظرك. انا بكلمك ان ده الصح، والصح ده هو من التعليم، هو من ريفرنس. عندنا حد الف كتاب محترم، حاجه محترمه، فانا بيزد اون العلم ده بقول لحضرتك المفروض نعمل كده، مش بجادل اقول لك ان دي احسن عشان وجهه نظري ودي احلى عشان وجهه نظرك. فدونت ارجيو ديبيت وجو تو اديوكيت. انت اصلا عشان تعرف تعمل كده بقى لازم انت تكون ايه، متعلم. ما انا مش هروح اجيب كلام انا الفه واعتبر ان ده علم واروح لك بيه اقول لك ان ده علم. فانا لازم يكون عندي انا اصلا نوليدج، فلازم اكون عارف برودكت بتاعي كويس جدا. لو انا مثلا ببيع، لو انا بعمل ماركتنج، فلازم اكون عامل ريسيرش قوي جدا 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 عشان اعرف اديوكيت الاودينس بتوعي. ودي حاجه تانية بقى ليها علاقه بالاديوكيشن والماركتنج، هقولها لكم الحلقه الجايه. لو عجبك اللي انا بقوله اكتب لي كومنتس وهتلاقيني بطلع لك تاني.